عمرك حسيت إنك ماشي في طريق وباقي الناس حواليك ماشيين عكسه، ورأيهم دايمًا محسسك إنك ماشي غلط، إنك هتضيّع نفسك، إنك مش هتوصل لحاجة، إن عقليتك دي هتكون سبب تعاستك في الحياة؟ الغريب إن جواك إحساس إنه لأ، هو ده أنا، هي دي أهدافي وطموحي، هو ده الطريق اللي هاحب حياتي وأنا ماشي فيه، هو ده اللي أنا عايز أحققه. بس ساعات كتر الكلام حواليك وكل ما الفكرة تقعد تتكرر قدامك كذا مرة، ساعات بيجي عليك فترات تحس إنك مهزوز من كتر الضغط، من كتر ما أنت حاسس إنك مختلف عنهم في أفكارك، تخاف تكون غلط. بتوصل في بعض الحالات إنك تحس إنهم شايفينك مجنون حرفيًا عشان بتفكر كده. حتى ساعات مش بتبقى فكرة طموح، مجرد إن نظرتك أو رأيك مختلف عنهم والله كفيل يعيشك في جحيم الوعي حرفيًا. لأن المجتمع اللي أنت عايش فيه ممكن يكون ماشي باتجاه واحد، وعقلهم خلاص اتحجم على التفكير ده، فكر واحد، طريقة حياة واحدة، وإنك لو خرجت برّه الصندوق ده هتضيّع نفسك، أو الناس هتقول عليك إيه، أو الناس هتتريق عليك، الناس هتتكلم عليك. حتى لو أنت شخص ناضج ومثقف، كتر الضغط عليك يخليك تشك في نفسك، تشك في حكمك على الأمور. في علم النفس ده بيتصنف على إنه صراع داخلي بسبب الضغط الاجتماعي من البيئة حواليك. بس هاقول لك على حاجة، حتى لو البيئة حواليك أفكارها مختلفة عنك، هُم بيمشوا دايمًا ورا المألوف، ورا اللي اتعودوا عليه، فده مش معناه إنهم صح دايمًا، مش معنى إنك لوحدك اللي عندك نظرة تانية ورؤية تانية تبقى أنت اللي غلط. ولو عاوز ترضيهم وخلاص يبقى هتخلي رأيهم هو اللي هيمشي حياتك، وصدقني هتكره كل يوم في حياتك، لأن كلامهم خلاك خايف تجرب، كاره الحياة اللي شكلتها طريقتهم، بقيت عايش بتحاول تكون نسخة منهم. كل ده بيحصل لما تبدأ تصدقهم فعلا، من كتر الضغط، من كتر ما الأفكار دي اتكررت على دماغك، من كتر ما حسسوك إنك هتغرق، إنك غلط. تبدأ تقول لنفسك: هو أنا اللي فاهم الدنيا غلط؟ هو أنا اللي موهوم بأفكار مش هتتحقق؟ هو أنا بضيع وقتي زي ما بيقولوا؟ هل أنا خدت القرار الغلط؟ وهنا الشك هيتحول واحدة واحدة من مجرد أفكار لأسلوب حياة. هتبطل تثق في قراراتك وتمشي حسب اختيار اللي حواليك، حتى في أبسط القرارات دايما حاسس بالتردد وإنك ممكن تندم. كمان هتحس دايما إن المشكلة فيك، هتبدأ نظرتك عن نفسك تتغير، ثقتك بنفسك هتكون في الأرض، هتقبل بأقل مما تستحق، وبدل ما تصدق إنك هتوصل للي أنت عايزه هتعيش في سجن الخوف وتحاول تمشي زي ما هما ماشيين وخلاص، وتعدي الوقت وأنت كاره حياتك. كمان شغفك هيبقى في الأرض، وهتحس إن اللي حابب تعمله ده ملوش قيمة. ممكن كمان تحس إنك متأخر عن اللي حواليك، إن الناس كلها ماشية وأنت واقف مكانك. تبدأ تدخل في فترة قلق وإرهاق ونفسية متدمرة وأرق وإحساس بالفشل. طب هتعمل إيه؟ إزاي هتكمل في بيئة بتحسسك إنك غلط وأفكارك غلط وماشي غلط؟ أول حاجة لازم تفصل بين رأيهم وبين حقيقتك، مش كل رأي هو الحقيقة. كمان اسأل نفسك سؤال بسيط جدا: يعني الناس اللي محسساني إني غلط وهضيع نفسي، هل هم عايشين الحياة اللي أنا عايزة أوصل لها؟ الناس اللي دايما بتنتقد أفعالك دي واللي أنت عايز ترضيهم، هل الناس دول عايشين مرتاحين أصلا؟ أو هل هم حققوا طموحهم بالطريقة دي، ولا دفنوا أصلا طموحهم ومشوا برضو ورا كلام المجتمع؟ هل أنا هكون مبسوط لما أعيش بالطريقة دي وأمشي زيهم؟ لو الإجابة لأ، يبقى خلاص، هو أنت شاغل دماغك ليه برأيهم وأفكارهم؟ تاني حاجة لازم تدي مساحة لنفسك بعيدا عن الدوشة دي، تقلل بقدر الإمكان تعرضك للأفكار دي، تشغل وقتك بمحتوى مفيد، محتوى أفكاره ترفعك، عقليته مختلفة، تخرج مع ناس عقليتهم شبهك. كمان ما تتكلمش عن اللي عايز تعمله، ما تقعدش توصف رؤيتك لشخص ممكن يكون تفكيره محدود. بدل ما تقعد تتكلم اشتغل، اعمل حاجة، ولما توصل هيشوفوا ده بنفسهم. انت مش محتاج تتكلم كتير، لأن محدش هيدعمك إلا ما توصل، وده عادي ومنطقي. انت اللي في دماغك الرؤية والهدف، هما مش شايفين اللي انت شايفه، هما مش عندهم نفس الإمكانيات اللي عندك، مش عندهم نفس العقلية. يبقى ممكن يحسوا إنك غلط، إنك موهوم، إنك بتضيع نفسك. بلاش تتكلم قبل ما الحاجة تحصل، ركز على الشغل مش الكلام. كمان ما تفضلش قاعد في مكانك، اخرج بره، اتعامل مع ناس جديدة، روح قضي وقت أكتر مع أشخاص نفس عقليتك، أو على الأقل اسمع محتوى يفيدك، لأن كل اللي بتشوفه وبتسمعه كل ده بيشكل أفكارك برضه وبيأثر على قراراتك بعدين. ولما تشوف مثلا قصص وأمثلة لناس حرفيا كانوا نفس مكانك ونفس وضعك وقدروا يغيروا الوضع ويعيشوا حياتهم ويخرجوا من البيئة دي، كل ده هيلهمك وهيزود ثقتك بنفسك، لأنك هتحس إنك مش لوحدك، فتحس بالأمان أكتر ويبقى أسهل عليك تتحرك وتشتغل في اللي تحبه وتختاره. اشغل وقتك مع العقليات اللي شبهك، جرب، حاول، اتعلم، اشتغل على نفسك، اشتغل على أفكارك. هتلاقي حياتك بتبدأ تتبدل واحدة واحدة للواقع اللي انت عايزه. لأن ممكن جدا تكون مش انت اللي غلط، ممكن تكون انت في المكان الغلط، في البيئة الغلط.